yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Kızım, bu bahçeler senin mi? İçinde gezen yarın mı? Yarın ayrılık günün mü? Kınan bol olsun gelin. Kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara. ويا هلا بنات، كيفكن؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام. طمنونا عنكم، كيف الامور؟ ورجعت لكم فيديو جديد. اهلا وسهلا فيكم بقناتي. خلينا مثل ما تعودنا ببدايه الفيديو نصلي على سيدنا محمد. الف الصلاه والسلام عليك يا نبي الله. الله بعد فاضي. هذا الكليدور اول ما تفوتي. اللهم بارك ما شاء الله، احلى شيء المطبخ. ما هيك يا جماعه والله المرأة اكثر شيء بتهتم فيه هو المطبخ. هو احلى شيء. فالالوان روعه. شوفوا الحيطان كيف جايين. هون هلا رايحين على بيت بنت حماي. هذا بيت بنت حماي. شوفوا ما شاء الله، عن جد اليوم الجو، عن جد هذا الجو المطلوب. سبحان الله على هالجو، ما احلى. بعده ماما عن الطريق بعده. شايفين ما شاء الله. شوفوا رح افرجيكم الأطلالة. شوفي ما أحلاها، ومع هيك الجو غير. مش عايزة مشان ما يفوت برغش. شايفين بسم الله ما شاء الله. عن جد لك ريم الورد الجوري. ايش كم لك الورد الجوري هناك ما أحلاه. كل الألوان، ها في أصفر وأبيض وأحمر وخمري، بجنن. صار لي نفسي اروح على البحر من هلا. يعني جد الجو طلع. بس من هون الشاطئ هذا احلى هيك من هذا الجنب. ها كيف هذا الشاطئ طلعي من هون، هذا الجنب يعني احلى من هنيك. وين راح حموده يعني معه؟ لا حموده مع حسين يجيبوا اغراض يوزعوا فلوس. لسه ما خلصت كروت شهاده امبارح؟ لا بس كان واحدة فيه. ايه شوفوا يا جماعة، شو هذا؟ هدول للحنة. هنا ايه لحظة عم اصور بس دقيقة. جيب لك الاغراض الحنة الباقية. ليش هدول القواص كلها لمين؟ لك لا شوف الحنة هذا مكان حنة. ايه طلعي. مين بيلبسهم خالتي؟ والله يا خالتي ما بعرف. اهل العروس ولا اهل العريس؟ هدول العرس الماضي انا ما شفتهم، بس بهذا العرس عم اشوفهم. شوف هدول كلهم قواص. بجننوا ما شاء الله. عرستك كمان. شوفوا هاي. شو هاي؟ هاي الخشخشة اللي هي كثير بحبها. شوفي هاي الكفوف. ليش؟ للعريس والعروس. هذا الكف للعريس، هيك بيتحنى العريس وبيلبسه. وهذا الكف للعروس بتلبسهم بعد مع البنت تتحنى وهيك. شايفة؟ ما شاء الله. عرستك كمان. ايه هذول كله. يا سلام. شوفي صينية الحنة، أحلى شي صينية الحنة. بس لحظة، هذول الشموع. واو بيجننوا، كلهم أحمر. ليش؟ مشان الحنة، مو الحنة هيك لازم كل الألوان هيك تطلع مثل حنة خالتي. وحنة شو اسمه تركية يعني، عرفتي؟ وبيجي أخوها بيربط لها شخطة حمراء. لا هلا ما كأنه.
عجبتني. ياي وبيحننوا كل الناس ولا بس العرس؟ لا بس العرس والعروس وهيك، هي الصينية هيك بيعبوها حنة هيك وبلشوا يفتلوا تكون الشمعات هيك موجودة بقلبها. ايه هون ايه هيك بدايتها تكون الحنة هون مشغلين هيك والله الأجواء كانت غير شكل، والعرس كانت هيك أجواء مميزة. يعني أول مرة نحن حضرانين عرس أختك نادرة هيك. ايه بس أنا ما بتذكر عرس نادرة على فكرة. إيه كنتي أنت صغيرة. ايه ما بتذكر إذا نادرة كانت صغيرة. يا جماعة أحكي لكم قصة عن نادرة وضحكوها، بس لا تقولوا لأني قلت لكم. إذا هي رح تشوف الفيديو أكيد يعني. عزروا شو أخذناها على الكوافيرة، كان عمرها 14 سنة. أخذناها على الكوافيرة، والكوافيرة هيك قعدت هيك تساوي لها شعرها. من كتر ما عذبتها الكوافيرة قعدت تبكي نادرة. يعني كانت طفلة، كانت لسه صغيرة ويعني ما أنا كبيرة واعية. أنا أول مرة أسمع هاي القصة. والله هاي شفتي علمتك أنت والمتابعين سوا. هلا أنا ما سلمت عليهم بهذا الفيديو، ما حكيت، بس بيكونوا ميزوا صوتي هنا، بيكونوا عارفين مين عم يحكي. هون جينان وميلاد راحوا على كوافيرة مثل خالاتهم، يعني على الأساس يعني عاملين حالهم كبار. أيوة. وراحوا على الكوافيرة، صار الكوافيرة ما قربت عليهم. بس عاشوا الجو. أيوة عاشوا الجو، راحوا معنا. عاشوا الجو. راح على الكوافيرة والبنات يمكن سلفتكم اللي عملت لها المكياج، اللي عملت لها شوية مكياج هيك وتسريحة بسيطة، ولبسوا الفساتين من هنيك واجوا من الكوافير على الصالة. تخيلوا بقى. أنا حكيت للكوافيرة إنه تحط لهم مكياج وهيك، قال لا أنا ما بمكياج أولاد صغار. قام صاروا يبكلوا البنات، قال نحن صغار. عاملين حالهم صبايا ما بعرف شو، رايحين متعذبين، بالاخير تقول عنهم بنات صغار. ليه زعلان؟ آسفة صبايا على المقاطعة، صبايا قاعدين على الكراسي، بدي مشاركة أكثر من هيك لو سمحت. وهون يا صبايا نحن اجينا انا وبنات اخواتي وبنات سلفاني سلايفي، شلون ما عاد تطلع معي. المهم جينا كلياتنا نحن، ضلت اختي وبنت حماي مع العروس حتى خلصت. طبعا العروس يعني متاخرت حتى خلصت، ودغري راحت على بيتها. وبتروح على يعني بيروح العريس بيتلقاها مثلا من بيتها، من بيت اهلها، وبيجيبها على الصاله. ونحن هون كنا ناطرين طبعا بالصاله. فاتوا شوفوا بنت البنوته هي الكيوت، ما احلاها ما شاء الله، عن جد حلت العرس. بتكون بنتها بنت اختها للعروس، وبدنا نحاكيها، بدنا يعني نتصور معها وهيك، ولا أنا معبرتنا ما يعني ولا كأنها شايفتنا يعني قدامها. بنحاكيها وهيك، بتشيل ايدها هيك وتبعدها على جنب، يعني انه روحوا حلوا عني، ماني ناقصكم هلا، ماني فاضيتلكم. طبعا يا صبايا عن جد المفاجأة اللي صارت، واللي عن جد كلياتنا هيك تفاجأنا فيها، انه خالته لجوزي هي بتركيا. فانا قبل حكيت لكم بالقناه الماضيه انه مره رحنا زياره لانها موجوده وهيك، فهالمره عملت لنا اياها مفاجاه. اجت يوم الحنه ووصلت، عن جد كانت مفاجاه للكل. اي والله الصاله كلها تفاجأت فيها. اي والله عن جد يعني، وبكت الكل، بكت الكل من كتر هيك الموقف الحزين. حطوا لها شو اسمه، فحطوا لها اغنيه ردت لصدر الروح. اكيد بتعرفوا الاغنيه هي، يوم اللي بيلتقوا هيك الغيب وهيك، فببلشوا يحطوا هاي الغنية. عن جد كانت الغنية وحضورها هيك بالعرس عن جد كان كتير مؤثر. لمسة حلوة والله. بالعرس الماضي كانت هيك عم تحاكينا صوت وصورة وتبكي، تقولي يا ريتني كنت موجودة معاكم وهيك. بالعرس هاد سوت لنا اياها سبرايز. قلت لها قديش صار لك عم تخطط لهي اللحظة، او انه تحضر بيوم العرس وهيك، لانه هو العرس سبحان الله تأجل اكثر من مرة. مرة يعني صارت حالة وفاة عندهم بالضيعة يعني قرايب هون، ومرة مشان نحن نحضر، ومرة لأنه إخواتي كانوا بدهم يجوا وما رح نحن نقدر نحضر العرس. المهم صارت كتير تأجيلات حتى صار العرس. فقالت والله صار لي أكثر من شهر ونص وأنا عم خطط لهي اللحظة، إني أوصل بيوم الحنة، يعني بدخول مع دخول العرس بفوت أنا.
طبعا هون صبايا العروس شلحت الفستان هذا وراحت لبست الفستان تبع الحنة تبع العادات والتقاليد تبعهم. هون من كتر العجقة وهيك نسيانين يعجنوا الحنة، يعني بس حطوا هيك عليها مي انه مشان تمشي حال قدام العالم. ايوه تمشي حال، سريع. لانه عن جد كتير كتير انعجقوا، مشان هيك يعني نسيوا الحنة وبعتوها لمرت عمهن انه تفكر مرت عمهن انه معجونة، عرفتوا يعني في مو فاتحة الكاس كمان هي كتير معجوقة. شو اسوي فيها؟ بس من فوق اعملي هيك يعني. شو انا بس من فوق تحت كل شيء. هون نادوا لأخت العريس حتى هي تحني العريس والعروس. بعد ما بدلت ثيابها هيك واجت وقعدت وزبطنا الحنة على أساس يعني زبطت، بس هي ما زبطت. المهم تمشيت حال، بس يعني هن يوم اللي بيعجنوا الحنة بيعجنوها كاملة الكيس كامل وبيبلشوا يوزعوا على المعازيم كلهم. يعني صرار هيك صرارات صغار يبلشوا يوزعوها على العالم. فهون يعني بما انهم ما عجنوها هيك بس مشوا حالهم للعريس والعروس. نزل ايدك عشان تبين على الكاميرا. ايوه هلا الدنيا عتمه يا جماعه، يعني ما تواخذونا. هيك ماما بناخذ واحده واحده من هي ايوه واحده من هي اثنين من هي وبنسكر. هلا كم سره سويتي؟ عاد عم تعدي شيء؟ لا والله هيك هدول ايه يعني ما شاء الله. شوفوا قديش جايبين اغراض، ولسه اخذوا نص على بيت بنت حماي مشان يساعدوني. زلوم مين هدول؟ كأنه نوعية يعني كأنه ما في منها غير هاي. لا نفس الشيء نفس اللي عندي. هون بعد ما زينوا بيت العروس والعريس، طبعا هن بيت بنت حماي بالطابق الفوقاني، وهن بالطابق التحتاني جهزته إلهن وهيك زبطته ومشان يعدوا فيه وهيك. فبعد ما زينوه وهيك وزبطوا فأنا فتت صورت لكم إياه، فخليكم مع الأجواء. فوت الأجواء. نخطب ب 2024. شو بدك؟
وصبايا هلا وصلتي نهاية الفيديو، بتمنى تكون عجبكم، وما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد. وطبعا ما تنسوني من الفيديو الجاي، طبعا الفيديو الجاي كتير 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 حلو، تحضيرات العرس واجواء العرس، وفي كتير تفاصيل. يلي ما انها مشتركه اكيد رح تروح عليها كتير. في كتير اجواء حلوه بالعرس، الزفه وعادات كتير كتير حلوه. اكيد هن الخسرانيه، اللي ما انها مشتركه اكيد هي رح تكون خسرانه. لا روحت عليك كتير والله. وهلا دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.